نشارك في هذا الفيديو مجموعة المنتخب اليمني للشباب في بطولة كأس آسيا للشباب القادمة في الصين 2025 بعد سحب القرعة، وهل هي صعبة كما تقول وسائل الإعلام اليمنية؟ لكن قبل البدء نرجو من الجميع أن يدعمنا بالضغط على زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلوا كل جديد عن اختبار المنتخب اليمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناتي الأعزاء. سحبت يوم الخميس الموافق 2024 في شهر 11 يوم 7 يوم الخميس قرعة كأس آسيا للشباب 2025 القادمة في الصين، وأسفرت القرعة عن وضع المنتخب اليمني في المجموعة الثالثة بجوار منتخب أوزباكستان ومنتخب إيران ومنتخب إندونيسيا ومنتخبنا اليمني. ووضعت المنتخب اليمني هذه المجموعة بجوار أوزباكستان وإيران التي تشكل خطورة وصعوبة جدا، بينما منتخب إندونيسيا الذي خضنا معه التصفيات، أي أن القرعة وضعتنا بجوار المنتخب الذي خضنا معه التصفيات. وقد تعادل المنتخب اليمني